المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، نستهلها بالعناوين. الوفد الإيطالي يزور مدينة مسوع المينائية. توجه أعضاء الدفعة 38 الخدمة الوطنية إلى ساوا. إطلاق المؤتمر الوطني السابع للجنة الوطنية للإرتيال الأمريكية. مباحثات تجارية أمريكية صينية في ستوكهولم. كوريا الشمالية لا ترى سببا أو مصلحة للحوار مع الجنوب. وهجوم سبراني على خطوط طيران ايروفلوت الروسية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قام وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة وزير الزراعة والسيادة الغذائية وموارد الغابات السيد فرانشيسكو لولو بريغادي، ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد أودموندو تشيرلي اليوم 30 من يوليو بزيارة مدينة مسوع المينائية. وكان في استقبال الوفد لدى وصوله إلى مطار مسوع الدولي وزير الثروة البحرية السيد تولد قلاتي. وزار الوفد رفيع المستوى مقابر الجنود الإيطاليين في دوغولو مسوع ووضع كاليل الزهور. خلال زيارته لميناء مسوع وحوض صيانة السفن في مسوع، استمع إلى شرح من الإدارة حول الخلفية التاريخية للميناء وخدماته وأعمال التوسعة التي أجرت بعد الاستغلال وسعته الاستيعابية. وفي غضون ذلك التقى الوفد رفيع المستوى مع وزير الثروة البحرية السيد تولد قلاتي لمناقشة القضايا التي تعزز فرص الاستثمار في قطاع الثروة البحرية. اطلع الطرفين على مخزون الموارد الثروة السمكية والإمكانيات الداخلية في التصنيع عبر عرض لصور الفيديو. وأفادت وكالة إيرينا أن الوفد الإيطالي زار أيضا جزيرة ديسي. ويذكر التقاء الرئيس سياس أفورقي بالوفد الإيطالي يوم أمس الثلاثاء لمباحثاته العلاقات الثنائية وشراكات التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والتعدين والزراعة والثروة البحرية والسياحة والثقافة والرياضة وتنمية الموارد البشرية، كما تم توقيع وثيقة تعاون شاملة في هذه المجالات. بدأ أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية طلاب المرحلة الثانوية في الإقليم الأوسط التوجه إلى ساوا اليوم لإكمال الدراسة في الصف 12 وأداء الواجب الوطني. ويتوجه الطلاب إلى ساوا من 22 مدرسة في دفعتين، حيث ستذهب الدفعة الثانية يوم 3 من أغسطس المقبل. وكان في وداع الطلاب لدى ذهابهم إلى ساوا أولياء الأمور وآلاف المواطنين. وكان طلاب قالم عنسبة والقاشبركة والجنوب وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر قد ذهبوا إلى ساوا مسبقا. وأفاد مكتب التعليم في الإقليم الأوسط بأن حوالي 8000 طالب من الإقليم الأوسط أعضاء الدفعة 37 للخدمة الوطنية حصل على 33.5% منهم على درجات القبول الجامعي لدرجات البكالوريوس والدبلوم. انطلق المؤتمر السنوي السابع للأمريكيين الإرثيين رسميا في 29 من يوليو في سان رافائيل بكاليفورنيا الأمريكية تحت شعار متحدون في الهدف ثابتون في التصدي من أجل ضمان السيادة. وذكر القائم بأعمال سفارة الإرتريا في الولايات المتحدة السيد برهان جبرهيوت لدى افتتاح رئيسة اللجنة المنظمة الشابرين تسفاسلاسي وأداليا سامعين المؤتمر أن المؤتمر له أهمية كبيرة، حيث حققت إرتريا العديد من الإنجازات الدبلوماسية والسياسية، وهي شريك أساسي في ضمان السلام الإقليمي. وأشار السيد برهان إلى أن تعزيز التنظيمات ووحدتنا مهمة حتمية للانتقال بنجاح في مرحلة التطور والتصدي إلى التي تنتظرنا، وحث المؤتمرين على الخروج ببرامج وقرارات واضحة لتحقيق هذا الهدف الوطني العميق. وبعد أن قدمت مسؤولة الشؤون الشعبية والتنظيمية السيدة حدنت قالتا شرحا تمهيديا عن أهداف وبرامج المؤتمر، أشارت إلى أنه من المتوقع من المشاركين إثراء المؤتمر بالأفكار والتوصيات العملية.
أدى شباب حدري المولودون في المهجر عرضا للأزياء الثقافية وموسيقى ورقصات تمثل القوميات الإريترية. وتناول المشاركون في الختام تقارير التقييم لكافة تنظيمات الجبهة والاتحاد الوطني للمرأة وتنظيمات حدري. بالإضافة إلى ذلك شارك المهندس الأمريكي الإريتري ناهوم ألم وهو مهندس مركبات فضائية في وكالة ناسا، وحصل على جائزة أفضل مهندس فضاء أسود العام الماضي. ومسؤول الشؤون القنصلية السيد أنور همد تجاربهما والتحديات التي مر بها مع الشباب وأدليا بمحادثات واعدة. أوضح الطلاب المشاركون في حملة التنمية الصيفية ورعاتهم في مدينة صنعاء بأن الحملة لا إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل تسهم في تنمية القيم المجتمعية والوطنية. يشارك حوالي 520 طالبا من مدرسة سويرة الثانوية بمدينة صنعاء في الحملة، ويعملون في أنشطة التشجير وحماية التربة وحفظ المياه. وذكر المشرفون على الطلاب بأن الحملة لها أهمية العمل الجماعي التعاوني فضلا عن العمل التنموي واستكشاف القدرات الجسدية. وأفاد السيد قرمايسيوم من سلطة الغابات والحياة البرية أن الحملة التنموية الطلابية هي جزء من جهود تنمية التربة وإخصابها. يقوم سكان ضاحية بشوكا بمبادرة لسد نقص الفصول الدراسية في مدرسة حويت الابتدائية والمتوسطة، وتشمل أعمال التوسعة بناء 6 فصول دراسية من أجل تقديم المدرسة الخدمات الدراسية للمرحلة الثانوية للطلاب دون الابتعاد عن أماكن إقامتهم. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ عند برهان برقة أن المدرسة بدأت بتقديم تعليم المرحلة الثانوية من العام الدراسي 2024-2023 ببناء 4 فصول إضافية بمبلغ 1,000,000 نعفة، لكن النقص في الفصول ظلت تعاني منه المدرسة. وأشاد المشرفون على المشروع بمشاركة وحدات قوات الدفاع المتواجدة بالمنطقة في أعمال التوسيع من أجل تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب. تبرع منتسبو هيئة التوجيه المعنوي والترفيه بوزارة الدفاع ب86 وحدة دم تحت شعار فلنعش حياة لا تتعوض بدمنا تعوض يوم أمس 29 من يوليو. وأشاد عضو بنك الدم الوطني الشاب وارساي يماني بالمبادرة التي قام بها أعضاء هيئة التوجيه المعنوي والترفيه بوزارة الدفاع بشكل خاص، وبتلك الأخرى التي يقوم بها أعضاء الجمعيات والمؤسسات المختلفة والأفراد، حيث أن عادة التبرع بالدم تتوسع في مجتمعنا. وحث المتبرعون الجميع بالتقدم للتبرع بالدم وإنقاذ من هم بحاجة ماسة لها. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. عقدت جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية الجولة الثالثة من المفاوضات في مدينة ستوكهولم السويدية لإيجاد حلول للتوترات الاقتصادية بين البلدين. وأفاد كبار المسؤولين الاقتصاديين للبلدين إجرائهم لقاءات يوم أمس استمرت لمدة 5 ساعات. ويشير المحللون في الشأن إلى التوصل إلى قرارات تمدد اتفاق تأجيل فرض الضرائب على المنتجات الذي أبرم سابقا لفترة 3 أشهر المقبلة للتمهيد للقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ المرتقب في أواخر شهر أكتوبر أو بدايات شهر نوفمبر. وتشير التقارير الاقتصادية عالميا إلى أن الأزمة الاقتصادية بين بلدين مؤثرين على الاقتصاد العالمي يؤثر سلبيا على اقتصاد الدول الأخرى. أعلنت شقيقة للزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون يوم أمس أنه لا مصلحة لبيونغ يانغ بإجراء حوار مع سيول رغم إبداء الرئيس الكوري الجنوبي الجديد رغبته بالتهدئة والسعي لإصلاح العلاقات. ومنذ انتخابه في شهر يونيو انتهج الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ سياسة مخالفة لسلفه تجاه الشمال، حيث أوقف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود الذي كان بدأ ردا على إرسال كوريا الشمالية بالونات محملة بالقمم.
ولاحقا أوقفت كوريا الشمالية بثها الدعائي أيضا الذي كان يتسبب بإزعاج لسكان الجنوب بسبب الأصوات الغريبة والمخيفة. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الاثنين عن كيم يو جونغ قولها إن مثل هذه اللفتات لا تعني أن سيول يجب أن تتوقع أي تحسن في العلاقات، وأشارت إلى أن العلاقات بين الكوريتين تعدت الحدود الزمنية لمفهوم التجانس بشكل لا رجعة فيه. أكدت النيابة العامة الروسية أن الأعطال التقنية التي أصابت الخطوط الوطنية الروسية ايروفولت الاثنين ناجمة عن هجوم إلكتروني استهدف أنظمة معلوماتها. من جهتها أفادت وزارة النقل الروسية بأن شركة ايروفولت تعمل على استخدام مواردها التشغيلية بمرونة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ خطط الطيران المقررة. كما أكدت الوزارة أنها تنسق الجهود مع وكالة الطيران الفيدرالية وإيروفولت لإعادة توجيه جزء من الركاب إلى رحلات تابعة لشركتي روسيا وبويدا للطيران بهدف تقليل الاضطرابات على المسافرين. وأوضحت الوزارة أن الوضع التشغيلي للمطارات الروسية مستقر، مشيرة إلى أن شركات الطيران الأخرى تعمل وفق جداولها الاعتيادية دون تأخير ملحوظ. وفي وقت سابق أعلنت مجموعتا قرصنة تنفيذ هجوم سبراني على شركة ايروفولت، وادعت المجموعتان أنهما تمكنتا من تدمير وسائل تخزين البيانات والحصول على ملفات الشركة الداخلية. أعلنت السلطات في العاصمة الصينية بكين أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى مقتل 30 شخصا في المدينة، ليرتفع عدد القتلى في المنطقة جراء العواصف إلى 34 على الأقل. وذكر السلطات المدينة أن 28 شخصا لقوا حتفهم في منطقة ميون المتضررة بشدة، وشخصين آخرين في منطقة يانشينغ، وكلاهما يقع في أطراف مدينة بكين. وسقطت أمطار غزيرة إضافية في المنطقة خلال الليل. وذكر البيان أن أكثر من 80,000 شخص نقلوا إلى أماكن آمنة في بكين، بينهم نحو 17,000 في منطقة ميون. وقام سلطات ميون بإطلاق مياه من أحد الخزانات الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ إنشائه عام 1959، محذرة السكان من الاقتراب من الأنهار بسبب ارتفاع منسوب المياه وتوقع مزيد من الأمطار الغزيرة. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بأهم ما جاء فيها. الوفد الإيطالي يزور مدينة مصوع المينائية. توجه أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية إلى ساوا. إطلاق المؤتمر الوطني السابع للجنة الوطنية للارتيال الأمريكية. مباحثات تجارية أمريكية صينية في ستوكهولم. كوريا الشمالية لا ترى سببا أو مصلحة للحوار مع الجنوب. وهجوم سبراني على خطوط طيران ايروفولت الروسية. انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.